بنشوف ايه اللي حصل مثلا في الولايات المتحدة، في اوروبا، في بقية العالم، وعارفين الطريق هيبقى شكله ايه. انت حضرتك شايف ايه بقى الفيوتشر فاينانس especially مع التكنولوجي اللي بتتغير بسرعة؟ السرعة في ان احنا نعمل حاجة ونقدر ننفذها حتى لو ما فيش سيستم يساعدنا فيه، دي حاجة ما شفتهاش في مكان تاني. نصايحك للليدرز اللي هم بادين لسه ستارت اب فينتك؟ يعني الاوثنتسيتي دي مهمة جدا حقيقي. لو المعاملة دي حقيقي اوثنتك، دي حاجة بيقدروها كتير جدا. ان الناس ممكن تضحي بسالري اكبر وتروح لسالري اقل، صح. علشان تبقى نفسيا مستريحة. وعملنا حاجات كتيرة غيرهم كانت فاشلة خالص. فعلا احنا بنوصل حاجة اساسية لعدد كبير من الناس اللي لسه مش عارفين انها مفروض تبقى اساسية. زي ما ابتديت مع الموظفين بالتراست، احنا محتاجين نبدأ مع الكاستمر بالتراست. اي حاجة ليها دخل بالداتا وبالريبيتابيليتي هتبقى كوموديتايزد خلاص. احنا دلوقتي داخلين على مرحلة ان اوريدي في رولز مش هتبقى موجودة وهتبقى ريبليسد برولز تانية. احنا بنعمل حاجات كتير جديدة ما اتعملتش قبل كده، فصعب ان احنا نلاقي السكيل سيت ده اصلا في الماركت. احنا عدينا بحاجات كتير خلتنا عندنا الفكر بتاع ان انت فعلا تعرف تمانوفر. لان لازم اللي بيجي معانا يبقى متوقع ان في كل يوم unpredictable things that happen. صح.